شهر السلام ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام، ونفوسنا تهفو له. الحمد لله القائل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: والصلاة نور والصدقة برهان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم ربحك حمدنا وديب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق السلينا دي بدرسنا قلنا أنبتو لدرسنا يومتي أجرنا صدقات دي بقلنا تهاجيتو، ولا مدرسنا لك عدام أجرنا صدقات دي بعلا، وتدرس لك عدام أنبي لصدقات أجر بزح هلا دي بأنبي ورب أمرينا بأنبي وعرض حسن سمايا أنبي، ولا صدقات التانية تهاجي صدقات نوافلتا، الصدقة المستحبة، صدقة التطوع. مثلا زكاة يكون لتنتها قال لنا لا، ما زكاة صدقة تتبل لكن واجبتها وفرض عينتا، لكن احنا صدقات لنا النوافل دي بنتها قال لنا تنتها قال لنا إلا صدقة إلا أجر يوم ألو بديبا وربو صدقوا بيلينا من مالكم وأنفقوا منه بيلينا لمال هي نهتها بينا تربي، ومستخلفين ودينا تكبيلينا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذن لمال مال الله تو، وحنا هيني ربه بيناتو قل رئينا كفو وديو وكو ود منو وكو نتصرف ديبو قل رئينا، ونحنا لازم قل نفسنا قل دقمينا قل نصدق منو بنا لمال قل نصدق لنفعنا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا صدقوا بيلينا ولا صدقات لأجر يوم ألبوتو بيلينا، ولا مالكم ندس صدقكم وبك عدميكم لتودوه تبيلينا، قراكم لتحدوقوا لنا وارثتنا يكم يكون بيلينا. فإذن لمالكم عدميكم دوك عدوم وقل نفعكم بيلينا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كم صلاة والدعلا. ولا صدقات مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان يوم القيامة تزلى لصدقاته تبيلينا، تزلى لصدقاته تبيلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي حموما داو مرضاكم بالصدقة بيلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن لصدقات لأجر لها الديبا ولا فوائد لها الديبا ديب إلا 5 دقيقات 4 دقيقات دي بنقول إنه كل شيء ينقدرني يا جماعة الخير، لكن بالمجمل لصدقات ينتوانا مننا. وإحنا أزدي في شهر رمضان هلينا، وشهر رمضان هقول لنا يعني لازم نصدق بنا. وأيضا لصدقات لأجر لبزح وأفضل صدقات لتقبل بيلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت تدرس قدام من بيلا الإنسان بقوته وبحيلته دي بنتو والمال دي بهلقوه للصدق منها لصدقات الأجر يوم ألبوبا بيلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم سألوه كلا يتما ما الحود دي بكاد ولتصدق لما الكحود انتو تصدق من تصدق منه أجر يوم ألبوبا ولا ما صدقت الأفضل الصدقات بيلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي إحنا يوم لدرسنا ميتو، يعني ميت العلاقتنا رمضان وناي صيام التقنت هاجيتو رمضان وصيام رمضان وصدقت صارتهم وأجر يوم ألبوبو مسل جمعوا من قبي. والله رمضان وصيام مسل جمعوا من قبي كل أسنيات مسل جمعنا عدنا بتقرأ الولد بمسل تقرأ كل أسنيات سجن ما ولا تيرك بياها ألبلو تقرأ مسلت اللي كل أسنيات سجن ما ولا تيرك بياها ألبلو، لكن مسل ربي كل أسنيات إلا مسل ودي كم قط ركبن مستحيلات يقباني كل أسنيات مسل ود ركبن صدقات وصيام جمع كم من قبل دي بعد حد إلا كل أسنيات مسل ركبان. قل الصيام في حد ذاته أجر يوم ألبوبو، ولا صدقات بين أجر يوم ألبوبا. وترمضان وديكها من قبل صدقات رمضان زمن فاضلته، فهمنا؟
واللي زمان لفادو ديبو تصدق من قبي لأجر يوم اللي بقبي وبزح يعني. وعلاقتنا يا رمضان ونا صيام ميتة حتى منا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيلا ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة به. كما قلنا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي بايته لهيب على دائما حاجتي يكليني سؤالوا من قبوه اللي تقوه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهيبه حتى من مقطنوا لباسكم حزوته لا لابس عليكم حزوتها مثلا، يعني يقول لي مثلا برش ما قلنا شبحنا يوم مثلا جبت او بدلت وركم حزيوتا او صوب قرومكم حزيوت ورو هو بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قصة طويلة هذين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجتك اللي يعلاني. وترمضان هي خلاص مرة 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 ده على رمضان. وكما رمضان جبريل ما على وتو جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن عرض على ودي بعد عد ودي بيقول له وقت الأجود بالخير كالريح المرسلة من الريح المرسلة من شمال لا يعني سرعته وكل الأرض شمال شمال لبرود ولا قدام للحزيو لقروب لرايح أحسن من على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالجود. فإذا رمضان علاقتهم كنا على الصيام والقرآن علاقتهم الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كلنا قب على مرة اللي يبت على قال أيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيلا الصيام والقرآن قال لا عبد الشفعوا له بيلا يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. إذن لو الصيام ما تصيح قال لي شفع إذن يا رب سمح يقول لي إن أقول لي فلان قال لي شفع أقلو لأنه أنا دي برمضان كله عند سيم يعني نبراه وستا ومايو وكل ملذاتنا الدنيا وشهوته كل من منعكو ومن نحرمكو فسمح يقل الشفاعة له وقرآن ما يا رب أنا لا لين دقري وندل السلة بيه وندقرني ندقري قرآن ندقري وندل السلة لسكابك الأقوى ومن سكاب حرمكو. فإذن إياه وسمح يقل الشفاعة له فرب سبحانه وتعالى لأزل لهم فللشفع له. فإذن لازم نجمع بين الصيام والقرآن. إذن إلا علاقتها علاقة أكال أيتها علاقتهم أيضا علاقتهم يعني كمان يعني إطعام الطعام يعني دي بصيام جمع من قبي يعني الصيام والصدقة ومن الصدقة يعني إطعام الطعام ده حد جمعوه من قبي اللي ما يوم ألبوته وأجر يوم ألبوه وكل سنيات مثلتن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبيلا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصام بالليل وصلى بالليل والناس نيام. إلا لجماعة مثل يعني جنة لأتي بيلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قرف الله أقول دولي تهليت جنة لأتي ودي بجنانات ما إلا قرف الله أقول دولي تهليت بيلا إلا قرف الله من نقرم ألبوني ومن كتر لا قرمتها لجواها من نقراها برا دي بنت لجواها لا ترى ولا ما لبراها ترى وجواها دي بنت مك جواها دي بنت لبراها ترى وبراها دي انت لجواها ترى معنى من كتر لا قرمت لقرف الله قل من الدولة هلا إنسان أخلاقه لسنيت فسنيت يطلب اللي قدامك كيت يلبل بل سنيت ولا إنسان نبرق قدم ولا طعم الطعام قدم فهمنا يعني قل مساق الفقراء قل مساكين. وترمضان هي قل أي إنسان قدم ولا طعام إفطار صايم الذي برمضان يعني. وأيضا لمن تابع الصيام وتتابع الصيام لا يكون إلا في رمضان 30 يوم يعني إنسان يسردها انسرد إذن لصيام ولا صدقة إلا علاقاتهم ته واللي من موجبات الجنات. إذن رمضان قل نصدق قل مساكين وإفطار صايم بالنهب
أيضا اللي من كل السنيات اللي من كل السنيات مثل وديك من قبي جنة تأتي ودي بجنة ما لك رف اللدولي تكالي ومن باب الصدقة تأتي ومن باب الجنة تأتي من باب الصيام تأتي في الجنة في باب يسمى الريان وفي الجنة باب يسمى باب الصدقة فانت من كل اوت اللي من باب من كل ايتهم تأتي من باب الريان تأتي انك صايم انت ومن باب الصدقة تأتي انك انت بتصدق انت. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يدخلون من ابواب الجنة الثمانية وبما يعني كتبه الله لنا منها يعني فنجمع بين الاشياء الحسنة عشان نجمع بين هذا ايضا. فاذا رمضان وصيام صارتهم ومن ما صارتهم كمان بإعلان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا لا ما علاقتها لصيام جنة يعني بيقولوا وقايته وحجابته وفنجيكا وفنجي معاصي قبدي بالدنيا وحماية قبل كدي بالدنيا ودي بالآخرة كمان فنجيكا وفنجيلا نار حجاب قبي ووقاية قبي وساتر قبي فنجيكا وفنجيلا يعني إسات ولا صدقات أيضا فنجيكا وفنجيلا إسات حجاب قبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة أي تصدقوا ولو بشق تمرة فهمنا. فإذا وبيلا يعني لصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما ما يقول لك سات لك السنة لصدقات ما يقول لك خطيئات تقسنا بيلا وأقسنته تقول لك خطيئات ميتة معناها تتمحي وتتمسح وربنا غفر لك. فإذا يا جماعة الخير احنا ذنوب بزحت بنا فلازم نصدق مثل الصيام دي بنسيمه الوقت اللي تهلينا وقت فاضلت صيامته صيام فرضته فاحنا اذا صيام دي بهلينا نصدق كل الانسانيات مثل نركب. ايضا لصدقات انواع يم ولبا مثلا صدقات المسكين تهيب اقل فقير تهيب اقل حجوز تهيب اقل يتيم تهيب وتكفل له يتيم كفل كم من قبه هنا أجر يوم ولا بوت أنا وكافل اليتيم كهاتين قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني يعني قريب كتهيب قرب كتهيب لقرب ما حجوز حقوق حقوق تهيبه الصدقة على المسكين صدقة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة لصدقات قال مسكين لتهيب أجر وربك لكن أجر اللي حسنته والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى أضعاف مضاعفة. لكن يقول لك عربك قت من قبهين كلا أجر بكذيبة مثلا أجر صدقات بكذيبة وأجر صلة رحم بكذيبة كلا أجر بكذيبة. إذا اللامع سورين بحجرته يعني أول أجرنا على صدقات بكذيبة وأجرنا على صلة لا رحم بكذيبة اللي عربكاته ووصلكاه يعني. فإذا اللي ما قلنا هبوبنا وعجوز من هلا تقاربنا ندح زينا لازم قلنا هبوم بنا. أيضا من نعنو على أيضا إطعام الطعام قل مسكين لك با وقل فقير لك با وقل دي برمضان هنا افطار سايم قل كله يعني إنسان تاجر ملك بقى لازم تفطروا رمضان وأجر بك كم أجر تاجر دي بنتو. وربنا سبحانه وتعالى لطعام الطعام للمساكين والفقراء يعني مدح من قام به يعني يقولوا لهم لكن ودل على ربنا سبحانه وتعالى القرآن مدح يوم وذكر يوم بيلا ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن اللي أجر لا طعامته سائمة أطعمك من قبهين دي برمضان كم ما أجر لنا يبكى. إذن بزحام أطعمك من قبهين كم ما أجرهم بكى. إذن كم أجرت اللي أنت سائم أنت أجر بك وسائم التفطرك أجرنا يبكى وبزحام التفطرك كم ما أجر لنا يوم بكر بمن أجرهم عندي إلى ناقص. إذن لطعام لإفطار سائمين هي دي برمضان لازم يعني كني دوبن هنا عادت على دي بعدنا مثلا دي برمضان يعني قدام بزح لا تفطر على ولا جيرانهم من جمعهم لا تفطرهم على واللي سنيت وعاد السنيت تلا. وأيضا زي ما كم قلت مثلا دي بسودان مثلا دي بسودان أزاي بسودان الريا ما شاء الله يعني لإفطار رسائم كوك عدوم كل وروك لو بتكد نفكر به وقع حال فاي قبي إلى حال فور مثل الأفاطرو اللي فضل يوم قلبه بتو. وفي الحرمين في مكة والمدينة وفي المدينة بالذات ما شاء الله تبارك الله
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هؤلاء الناس. يعني إذن أجور يمألوا بهليت إلى رمضان يا أخواننا، وإذا إحنا دي بعسر الله حاريات لنا في العشر الأواخر، إذن نجتهد وإلى رمضان إلى تركبني وفرصة عمرته وإلى تكررني، ورمضان لكالين التاكوين أمرني. فإذا لا بد تأله لنا نقتنمو وقت لنا وقت فادلت وقت سنيت نقتنمو. والعشر الأواخر أفضل أيام رمضان وإذا وقتنا يوم كلاسا إن شاء الله درس الأزمات تنقل تاجيت في العشر الأواخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربي إن شاء الله خير وإحسان لجازيكم وأجر وثواب لهبكم والوفقكم. وإن شاء الله دي ولا قرف للا نذكر عنا ربي دي ولا يجمعنا دي بالآخرة، ومن رب لندا سمعوا لطعبقوا ولا ودوا ليدينا. ودحنكم وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل